هذه البنت اللي انتم شايفينها مشهورة في التيك توك وعندها متابعين كثير بيحبوها وبيعشقوها، بس هي قتلت 2 من متابعينها. يا ترى كيف قتلتهم وليش قتلتهم؟ رح نعرف التفاصيل في هذا الفيديو. نبدأ الحكاية. تبدأ القصة اليوم من عند بنت اسمها ماهاك، من أصول باكستانية، ولدت في بريطانيا 1999 وعايشة مع أبوها اسمه علي وأمها اسمها نسرين، وعايشين كعائلة من أصل مسلم، ولكن هم منفتحين حبتين شوي، ولما نقول حبتين يعني حبتين شوي كثير، يعني مش مطبقين الديانة الإسلامية على أصولها، بتطلع بشعرها، لبس قصير، يعني بس اسم مسلمي. المهم القصة مش خلينا نبدأ. البنت هذه كانت بتحب الموضة وتحب الشهرة وتقعد تتصور وترفع صورها على الانستغرام، بعد هيك صارت تطلع صورها على التيك توك وترفع فيديوهات على التيك توك، وصارت شوي شوي في السوشيال ميديا لحد ما انشهرت. وكانت تطلع أمها بعض أحيان معها، تيجي هيك على استحياء تقعد معها تتصور معاها. المهم يعني كانت المرة أمها نسرين تيجي تقف وراها بكل احترام وتحشم، وما فيش لا ترقوصة ولا شيء، بس كانت تظهر معها لمجرد الظهور. وللأسف إنه كانت كل ما تطلع الأم مع بنتها كان يطلع مشاهدات الفيديوهات هذه بشكل جنوني، فقررت نسرين وأمها يصيروا يطلعوا مع بعض، وهيك صاروا مشهورات الثنتين. والمتابعين في الكومنتات تشجع وتقولي لها أمك حلوة وانتي بنتك صديقات، وبالفيديوهات تطلعوا مع بعض كويسين. من كثر التعليقات هذه انطلقوا طبعا الأب مثل ما قلت لكم منفتح، حتى انه بعض احيان كان بيشجعهم لايكات ومفتخر بيهم. واستمر الوضع والأم صارت مشهورة، وصار من ضمن المتابعين في اشخاص يحبوا الأم شخصيا، مثل واحد من المتابعين اسمه شكيب، وراح نمر على هذا الاسم وتنسوهوش. حب الأم وكان دايما يكتب إلها بحبك وكلام حلو انت حلوة. المهم ما كانت ترد عليه الأم، صار يرسلها على الخاص في الانستغرام ويقعد يقول لها أنا بحبك، أنت أحلى من بنتك ومن أحلى من كل الناس، ومن هالكلام اللي كان يعني يضحك عليها فيها، وهي مرة شوية كبيرة يعني. المهم طنشته، كان بيحاول ما يئس لفترة طويلة، ويقعد يبعث رسائل الأم لحد ما الأم في يوم من الأيام انهطلت في عقلها، ردت عليه قالت له شكرا كله من ذوقك، يعني رسالة خفيفة وخلص الموضوع. وحكت له أنا أصلا بعمل الفيديوهات عشان أبسطكم وأبسط الناس. وظلوا يراسلها شكيب وما يئس، وبدت تنشد لعند شكيب، بدت ترتاح للأسلوب الكلام اللي بيحكيه، وخشت على حسابه لقته شاب حلو عمره 21 سنة، بدت تنشد إله وتراسله واحدة واحدة، فقعدوا يتواصلوا لفترة طويلة، وبعد هيك قرروا إنهم يلتقوا. الأم حبت شكيب، ومن هان بدت شرارة المصيبة، وقررت إنها تقابله، ولكن مش حتروح لحالها. قالت له أنا بدي أجيب بنتي معي. حكى لها تمام وأنا بجيب صاحبي معي. فراحت الأم وحكت لبنتها أنا هيك صار معاي وبدنا نتقابل. البنت من كثر فسادهم قالت ماشي الحال وأنا كمان بروح. المهم اتفقوا وراحوا يتقابلوا مع بعض. صار نسرين وشكيب، وهو جاب صاحبه اسمه هاشم، وقعدوا الأربعة مع بعض. المهم نسرين وشكيب شوي بعد شوي تأقلموا على بعض، أخذوا حالهم وراحوا على زاوية على طاولة لحال، وهاشم ومهاك ظلوا قاعدين لحالهم مع بعض، وطبوا يحكوا كلام، ومقابلة بعد مقابلة حبوا بعض. الأربعة صاروا يحبوا بعض، وكان هو هاشم هذا يظل يضحك عليها، يقول لها والله أنا متابعك وما بضيعش ولا فيديو، بحضر فيديوهاتك كلهم، وأنا كنت عمري ما صدقت إنه ممكن أنا ألاقيكي، وأنا مش مصدق نفسي. المهم ضحك عليها، وصارت العلاقة بينهم علاقة رباعية قذرة. صاروا الشباب يجوا على بيت البنت شكيب وهاشم، وصاروا يعملوا العلاقة في داخل بيتهم. المهم كثرت العلاقة بينهم وطولت
يوم من الأيام نسرين هذه الأم قالت أنا حاسة بالندم وبدي أوقف هيك شغلات، فراحت بكل بساطة قالت لشكيب أنا بصراحة بدي أوقف العلاقة، أنا مرة كبيرة ومتزوجة وانت عمرك 21 سنة صغير والحياة لسه قدامك، وأنا بدي أوقف كل هالقصة. والله يا شكيب قال لها أنت بتحلمي، إيش اللي توقفي؟ هو أنا لعبة عندك؟ بدي تعال بدكيش يروح، أنا مش لعبة وما فيش نهاية العلاقة. والله ما ردش عليها وقال لها طب اسمعي مخبي لك مفاجأة، خذي اتفرجي. قاعد يفرجيها الصور وفيديوهات واضحة جدا في العلاقة بينهم وبين البنات، يعني البنات وهاشم وصاحبه. أكلها ما فيش نخلص العلاقة، وبعد ما فرجاها الصور وفرجاها الفيديوهات قال ليها بأفضحك انتي وبنتك وبخلي جوزك يجي يشوف كل الفيديوهات واخرب لك بيتك واخرب لك المشاهدين تبعينك، لاني حنشرك على السوشيال ميديا انتي ومهاك بنتك. المهم راحت صارت تصيح وقالت له ماشي خلص، بشته على قد عقله، وراحت قالت لبنتها ايش رايك هيك صار معاي وانا متورطين الحين وعنده فيديوهات وصور، ايش رايك تحكي لصاحبه هاشم تخليه يحذف الصور وننهي هالعلاقة؟ قالت لها ماشي. راحت كلمت هاشم، الو مرحبا حبيبي ايش اخبارك؟ والله صاحبك شكيب عمل 1 2 3 وبدنا نلغي من عنده الصور، يعني مش ممكن، احنا مأمنين لكم واحنا ولاد بلد واحدة، احنا باكستانيين زي بعض وفي غربة. المهم هاشم هذا قالها لا يا حبيبتي ما تدخلنيش بيني وبين شكيب حبيبي وصاحبي طول عمره واقرب واحد الي، وخلي امك تدبر راسها منها إله، وانا ما بخسرش صديقي. قالت له يعني هيك انا جيت لك من منطلق انه احنا انت حبيبي وانا حبيبتك ومن هالكلام، وفي الاخر انت تقول لي ما فيش. المهم قالت له ماشي انقلع انت وصاحبك شكيب. المهم قالت لامها ما تقلقيش، حكت لامها طبعا اللي صار معها ومع هاشم، حكت لامها ما تقلقيش انا عندي الحل. قالت لها ايش الحل؟ قالت لها بنبعت له ناس تهدده وتاخذ منه التلفون تبعه. قالت لها تمام بس بدناش اجرام ولا شيء. كان عندها البنت عندها اصدقاء، كان عندها واحد اسمه راكان، هذا الميكانيكي صاحبها من باكستان برضو باكستاني، هو كان بلطجي وسمعته سيئة في المكان. كلمته وحكت له القصة واللي صار، حكى لها ولا يهمك، دق صدره قال لها معاكي، وراح جاب صاحبه اسمه ريز جمال وانضم له، وبعد هيك جابوا كمان واحد اسمه أمير وصاروا 3، وبعد شوي جابوا صاحبهم اسمه مصطفى صاروا 4، وبعديها جابوا كمان واحد اسمه محمد باتال وكلهم من أصل باكستاني، وصاروا مستعدين إنهم يخلصوا البنت، يخلصوا هذه المرة من مشكلتها. كلمت شكيب وقالت له اسمع أنا بعطيك اللي بدك إياه بس المهم نخلص هذه العلاقة. قالها شكيب مازال هيك؟ يبقى بدك تدفعي لي 3000 باوند وإلا أنشر الفيديوهات. قالت له تمام، واتفقوا. كان الموعد في يوم 11 من شهر فبراير في سنة 2020، واتفقوا يتقابلوا في الساعة 1 يعني بعد نص الليل، يعني في موقف سيارات اسمه تيسكو. الموقف هذا في الليل بيكون فاضي وما في ناس والمنطقة خالية ومقطوعة تقريبا. المهم أخذوا بعض شكيب وكلهم 8 أشخاص صاروا وقسموا حالهم على سيارتين وراحوا يستنوهم في الموقف. المهم أجا شكيب وهاشم دخلوا على الموقف، شافوا بطرف عينهم هيك في ناس ملثمين وسيارتين ويلفوا السيارة ويشردوا. وتبدأ هان أهم جزء في قصتنا اليوم. بدت المطاردة بين شكيب وهاشم وشلة العصابة اللي جابتها البنت وأمها، وقعدوا يطاردوهم على الخط السريع ويحاولوا يوقفوهم. وهان حس شكيب بأنه خلاص راح يموتوا والناس هدول مجانين وقاعدين يطاردوهم ومش حيسيبوهم غير 200. راح يتصل على طول، هم بيجري، هاشم كان ساق السيارة وشكيب بيتصل على البوليس ويقول لهم الحقوني أنا بموت وحيقتلوني، الحقوني راح يقتلونا، في ناس بتطاردنا وقاعدين يحاولوا يطلعونا من الشارع وأرجوكم. قاعد يترجاهم على التلفون، ولكن للأسف وهم مسرعين
وتضرب السيارة في شجرة، وكان الحادث كبير جدا لدرجة انه دمر السيارة واشتعلت فيها النيران ومات شكيب وصديقه هاشم. والعصابة اللي جابتها نسرين وبنتها مهاك رجعوا بالسيارة على دارهم، والكاميرات لقطت كل اللي صار. ولما روحوا وقفت في الحارة اللي فيها أمها والبنت، فالكاميرا شافتهم، وبعد ما وصلوا قعدوا معهم في البيت، راحوا على بيت مهاك. الناس ذولاك روحوا، العصابة روحت، ما ظلش معهم غير راكان الميكانيكي وصديقه جمال. شرطة على طول أول بيت تلعنوا بيت البنت وأمها، ووصل البيت ولاقوا مهاك ونسرين وراكان وجمال قاعدين. المهم قعدوا يستجوبوهم، وهذولاك نكروا. قد ما نكروا أخذوهم، قالوا لهم لمين السيارة اللي على الباب؟ قالوا لهم تبعتنا. مجرد ما اعترفوا انه السيارة الآودي اللي على الباب لهم، كلبشوهم واخذوه، وراحوا لموا باقي العصابة اللي كانت معهم وجابوهم على السجن. وفي الآخر اعترفوا بأنهم كانوا بيطاردوهم، بس ما اعترفوش بأنهم كانوا ناويين يقتلوهم، ولكن هذه صارت جريمة قتل. وبعد 6 شهور تقريبا صدر الحكم على الجميع. البنت مهاك حكم عليها بالسجن المؤبد مع إمكانية الخروج بعد 31 سنة، وتم اتهامها بالقتل العمد. والأم نسرين حكم عليها بالمؤبد مع إمكانية الخروج بعد 26 سنة. وجمال حكم عليه بالسجن المؤبد كمان مع إمكانية الخروج بعد 31 سنة، لأنه كان بيسوق السيارة. وبعد هيك ضافوا عليه 5 سنوات لأنه كان عليه حكم قديم، اعتدى على مرة من قبل. والميكانيكي ركان اللي جمع الشلة هذه كلها حكم عليه بالسجن المؤبد مع إمكانية الخروج بعد 26 سنة، لأنه كان هو بيسوق السيارة الثانية. ومصطفى وأمير وناتاشا كل واحد حكم عليه بالسجن 14 سنة 14 سنة 11 سنة. ومحمد طلع براءة. ليش محمد طلع براءة؟ في التحقيق الكل اعترف انه ما كان محمد بيعرف انه هم رايحين يخطفوا او رايحين يعملوا اي مشكلة. كل اللي حكوا له يا على السريع اركب معانا، واحنا رايحين نخلص شوية مشكلة مع ناس، نحل مشكلة بسيطة ونروح. ما حكوش له انهم رايحين يضربوا ومن هالكلام. المهم هذه كل الأحكام اللي صارت. إن شاء الله أتمنى إنها تكون القصة عجبتكم، وانتظرونا بإذن الله في الفيديو اللي جاي بتكون القصة أقوى من هيك بكثير. إذا ما كنت مشترك معنا في القناة اشترك وفعل ميزة الجرس عشان ما تفوتك القصص اللي جاية. السلام عليكم.